صباح الخير، صباح الهنا، صباح الفل، صباح الياسمين، صباح الورد، صباح كل حاجة حلوة على قلوبكم وعيونكم، أو مساء الفل على حسب التوقيت اللي انتوا بتتابعوا فيه الفيديو. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا جميعا بخير وصحة وهنا وسعادة، اللهم امين يا رب العالمين. في فيديو النهاردة هقول لكم ازاي ترتبوا غرفة النوم وتنظفوها بكل سهولة وعبقرية وذكاء وبدون أي مجهود وأي تعب في 11 خطوة وبس. أيوة، في 11 خطوة وبس لاستقبال شتاء 2026. كل اللي عليك إنك هتتابعي معايا الفيديو من البداية للنهاية عشان ترتبي بكل ذكاء وسهولة وبدون تعب وبدون أي مجهود أبدا. كل اللي عليك عشان تعملي اي روتين او هتنضفي غرفة النوم، تمام كده، رتبي اللي انت هتعمليه. رتبي انت هتعملي ايه: 1 2 3 4، سواء بقى في مخك او في ورقة او قلم. الخطوة الاولى انا عملتها، شلت الستاير الشيفون بتاعة الغرفة بتاعة الصيف وغسلتها ونشفتها وحطيتها على المنشر تنشف لحد ما اخلص باقي التنظيف الغرفة النوم. تاني خطوة أنا عملتها، فتحت شباك الغرفة على الواسع كده عشان يدخل للغرفة تهوية جيدة، وكمان الطاقة السلبية تخرج ويدخل لها طاقة إيجابية ويكون المكان متهوي كويس. الخطوة التالتة اللي احنا هنعملها، هنشيل الملايات مع السرير. أنا بالنسبة لي هنا بدأت هنا أشيل الملايات اللي كانت موجودة على السرير، تمام كده، عشان أغسلها بالمره، لان انا كنت فاتحه الغساله. لو انت عندك وقت وفاضيه وقادره تغسلي الملايات اللي انت شلتيها مع السرير اغسلي، مش قادره خلاص عينيها في السبت لحد ما تبقي عندك وقت وفاضيه انك تعمليها. بعد كده بدات اشيل المشمع اللي انا كنت حاطاه على المراتب عشان امسحه واحطه في الشمس هو كمان، تمام كده، شيلته هنا مع السرير. عايزه اقولك المشمع ده بجد حلو قوي، بيحمي المراتب سواء قطن او فايبر ان يوصلها اي ميه وما يوصلهاش اتربه، ولو وصل أتربة بتبقى بتوصل بنسبة بسيطة جدا جدا. هو حماية قوية جدا جدا للمراتب، تمام. الخطوة الرابعة بقى ان انا ههوي، هبدأ هنا انضف تحت السرير. عايزه اقول لكم انا كنت مطلعه المراتب بقالها شهر ونص في الشمس، قعدت كام يوم في الشمس عشان تنفش وتبقى حلوه كده وعاليه، وكمان تجدد كده الطاقه بتاعتها، وكنت كنسه الغرفه وحاطه الخشب كمان في الشمس. بس انا قلت طالما هعمل بقى روتين لاستقبال الشتاء وابقى مرتاحه كده، نفسيتي تبقى مرتاحه ومطمنه وكنسه وفعلا منظفه. عايزه اقول لكم كان التراب بسيط جدا جدا. دخلت هنا تحت السرير، الموضوع كان صعب جدا جدا. انا بوريكم اهو اللي انا تحت السرير، المراتب كانت تقيله جدا جدا ومش قادره ان انا اشيلها لوحدي. طبعا لما يكون جوزي بيبقى موجود بيشيلها معايا، فما كانش موجود، فانا عملت بقى حل، رفعتها بالملل كده ودخلت تحت السرير وبدات هنا اكنس تحت السرير بالجروف. هو طبعا كان التراب خفيف، بس انا عشان ارتاح نفسيتي ترتاح وابقى مطمنه وفعلا ابقى عملت روتين واستقبل الشتاء كده على نظافه. طبعا كلنا عارفين ان الشتاء كله كسل، فهنا بقى جبت ميه سخنه وحطيت فيها كلور وبدات هنا امسح تحت السرير. عايزه اقول لكم بعد ما مسحت تحت السرير كان الشباك مفتوح معايا، انا ما قفلتش الشباك الا لما الا عند فرش الستاير والسجاد بس. فهنا كنت فاتحه الشباك على البلاط عشان ينشف الميه. خامس حاجة بقى، الخطوة الخامسة اللي أنا عملتها، سايبة المراتب بتاعتي في التهوية تحت الشباك. عايزة أقول لكم كانت الشمس قوية جدا جدا، فالشمس حلوة قوي بالذات كمان للمراتب اللي هي القطن، بتنفشها وتخليها عالية كده وحلوة وبتجدد الطاقة بتاعتها وتخليها ريحتها حلوة قوي، ولو فيها أي عدوى أو أي بكتيريا بتطلع مع الشمس. عايزه اقول لكم بقى لو انتم محسودين او البيت دايما فيه عكننه وفي مشاكل ما بينك وبين جوزك واولادك، دايما خلي المسك الاحمر الانجليزي عندك وامسحي بيه الفرش عندك. عايزه اقول لك الجن ما بيحبش ريحته وبينفر منه وبيهرب وبيبعد عن المكان اللي فيه مسك، فانت حاولي كده تحطي في المكان اللي فيه مشاكل مسك احمر انجليزي. هنا المرتبه اللي كانت على الوش، تمام، نفضتها بالمنفضه، كان فيها نسبه تراب خفيفه طلعت. وكمان عايزه اقول لكم التنفيضه دي لو انت عندك مراتب قطن بتخلي القطن كده ينفش ويبقى حلو وعالي. بعد كده جبت فوطه مبلوله بميه وكلور، كانت نظيفه، مسحت بها المرتبه. ما تقلقيش الفوطه ما كانش فيها اي نقطه ميه، يعني ما فيش حاجه توصل للقطن، ولو انت عندك فايبر برضك ما فيش اي نقطه ميه توصل للفايبر بتاعك. ولو انت مقلقه فانت كده كده فاتحه الشباك بتاعك او البلكونه اللي المراتب تتهوى، وكمان لو في نقطه ميه هتنشف، هي ما فيش كان نقطه ميه في الفوطه. فعايزه اقول لكم المرتبه بعد ما عملتها كده كانت ريحتها حلوه قوي قوي. وعايزه اقول لكم انا سبتها يجي حوالي ساعتين في الشمس جايه عليها. عايزه اقول لكم نفشت بشكل كبير جدا، وكنت برضو حاطه المخدات في الشمس زي ما انتم شايفين، نفشت وبقت حلوه بجد كانت ريحتها حلوه. وحطيت هنا مسك برضك على الوش،
هنا جبت المشمع بتاعي بعد ما مسحته كنت حاطاه في الشمس، وهنا قلت احطه على الوش واجربه. انا كنت حاطاه على الظهر لاني بيقول لك هو على الظهر بيخليش المراتب تتزحلق، فهنا قلت تغيير واحط هنا المفرش على الوش. وكمان شكل الورد اللي هنا على المشمع حلو قوي قوي بجد. لو انت ما عندكيش المشمع ده فانت بصي بتدمري المراتب بتاعتك، سواء المراتب بتاعتك قطن او فايبر، بتحميليها لك من الاتربه وكمان الميه، وسعره مش غالي، بسيط جدا. الخطوه الستة يا بنات ان انا هكنس الغرفة بشكل كويس جدا. يعني بقى انتي تبدأي تكنسي وراء الكومودينو، اليمين الشمال، السراحة، قادرة تحركي الدولاب من مكانه، بتبدأي تحركي وتكنسي الغرفة بتاعتك بشكل كويس. عندك بقى مروحة في السقف بتبدأي برضو من ضمن الكنس بتكنسيها وتمسحيها. تمام. فانا كنت كنست فوق الدولاب. الخطوات دي ما عرفتش اصورها. بص انا كنت يعني الاهم عندي ان انا ابين لكم ال 11 خطوه، وان انتوا ازاي تنظفوا بكل سهوله وبذكاء، ما تنظفوش بمجهود وتعب وتكرهوا الروتين. فانا ببين لكم بس الخطوات انكم تمشوا عليها. عايزه اقول لكم ان انتوا كتير منكم عارف الحاجات ده وكلكم شاطرين، بس احنا بننصح بعض واللي عنده معلومه بيقولها للتاني، وربنا يجعلنا يا رب كده بنفيد بعض ونستفيد من بعض، ويجعله كده في ميزان حسناتنا كلنا جميعا. فانا كان هنا زي ما انا قايله لكم الخطوه السادسه بتاعتي ان انا بكنس الغرفه بتاعتي بشكل يكون فوق الممتاز، تمام، ما يبقاش فيها اي تربه. انا كنت هنا عشان فاتحه الشباك الغرفه ونفضت كمان المراتب وكنست فوق الدولاب، فكان هنا التراب اتحرك، فالغرفه بقى فيها شويه تراب زي ما انتم شايفين، تمام كده. وكمان الشباك مفتوح والشارع بقى فيه عربيات دايما ماشيه، فالتراب دايما بيدخل. وهنا حركت بقى هنا السراحه. بوريكم يعني الخطوه دي بعرفكم ان احنا واحنا بنكنس لازم نكنس بقى عشان نستقبل الشتاء بقى. كل حاجه موجوده عندنا في الغرفه نظيفه، مفيش فيها تراب، مفيش حواليها تراب، مفيش تحتها تراب، مفيش اي عك خالص في قلب الغرفه. عايزه اقول لك المكان النظيف بيديكي طاقه ايجابيه كده، والله العظيم بتعم عليكي بالايجابيه، وتلاقي دايما كده ايه راحه نفسيه، بتلاقي دايما كده انت مطمئنه. عايز اقول لك لما بتكنسي المكان يبقى نضيف بتحسي ان في رزق حتى واسع جالك. النظافه حلوه قوي قوي. ربنا يجعلنا من الناس النظيفه جدا جدا، وما يجعلناش ابدا من الناس اللي ما تبقاش نظيفه. فيا رب كده يسهل امورنا، تمام. فهي الخطوه السادسه بتاعتي هي كانت كنيس الغرفه كلها، سواء بقى فوق الدولاب، ورا الكومودينات، السراحه. الخطوه بقى السابعه ان انا جبت ميه سخنه، كانت سخنه جدا جدا، وحطيت فيها كلور مركز، وحطيت فيها كمان معطر جو مع الكلور. وهنا بدات امسح في البلاط كله بتاع غرفه النوم. عايزه اقول لكم الميه السخنه بتقتل اي بكتيريا، اي فطريات موجوده في البلاط. عندك اي ريحه كمكمه، بتحس بريحه كمكمه او زفاره في قلب البلاط، الحركه دي حلوه قوي الميه السخنه. تمن خطوه بقى انا هعملها ان انا هلمع الازاز، وكمان هنظف وهلمع الخشب بملمع الخشب بالفوطه الميكروفايبر. عايزه اقول لكم انا هنا بلمع الخشب بليمورال، تمام كده. ملمع الازاز نسيت اسمه، بس انت دلوقتي شفتوا صورته في قلب الفيديو. هنا فوطه الميكروفايبر بدات احط عليها ليمورال ملمع الخشب، وبدات هنا المع في كل الخشب. عايزه اقول لكم لمعت الدولاب ولمعت السرير من فوق لتحت، كل حاجه اتلمعت. بس انا هنا كنت عشان ابين لكم الخطوات فمبقتش اطول عليكم في الفيديو. عايزه اقول لكم الفرنتونات دي ضيقه جدا جدا، صعب تنظيفها باي قماشه، فانت هاتي اي فرشه عندك وبليها بملمع الخشب وهتتمسح معاكم بكل سهوله، مش باقي اصلا. الخطوه بقى التاسعه اللي انا فرشت السرير بتاعي بالملايه، وبعد كده الدفايه. في ناس بتفرش الدفايه بس انا بستريح لما يكون في تحت الدفايه ملايه تمام كده. فرشت بعد كده الستاره القطيفه قدام الشباك، ومن قدامها هحط الستاير الشيفون بالشكل اللي انتوا هتشوفوه، تمام كده. هنا خلاص حطيت الستاير بتاعتي وفرشت السرير بالملاية والدفاية. الخطوة العاشرة بقى هنقوم بفرش السجاد بتاع غرفة النوم، تمام. الخطوة العاشرة بتاعتي ان انا فرشت السجاد تمام كده بالشكل اللي انتوا شايفين. الخطوة ال11 هي تعطير غرفة النوم بتاعتك، ان احنا نعطر غرفة النوم. عايزة انا بالنسبة لي بعطر ببرفان، ما بعطرش بمعطر مفروشات. بحس ان المعطر المفروشات بيعمل كمكمة، بيعمل تعطينة ريحة مش حلوة في قلب المكان. فانا دايما بعطر المفروشات سواء الستاير او الدفاية الملايات بالبرفان. انا هنا بلمع باللي هو برفان كاسيليا اللي هو الزيتي ده، ريحته قويه جدا، بيفضل لفتره طويله قوي في المكان، ما بيعملش اي كمكمه او اي تعطينه. فانا بعطرش الفرشه الا
برفان. تمام كده، عايزه اقول لك اعتمد على الطريقه دي. اتمنى يا رب ان انا اكون فدتكم، وده كده شكل الغرفه بعد الروتين والتنظيف اللي بكل سهوله وبدون اي تعب وبدون اي مجهود. اتمنى ان كنتوا استفدتم وطلعتوا بالفيديو بحاجه مفيده، وكان الفيديو سهل وبسيط كده. فلو الفيديو عجبكم واستفدتوا، لايك وشير وسبسكرايب للقناه وفعل زر الجرس على الكل عشان يوصل لكم مني كل جديد. وما تنسوش تصلوا على سيدنا محمد كتير جدا جدا في التعليقات عشان الثواب يعم علينا جميعا. تمام كده، ويلا باي، مع السلامة يا حلوين.